السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بوصفة جميلة جدا من السفندي أو اليوسفي. لو عندك ثمرتين يوسفي هاتيهم كده وتعالي بقى نعمل الوصفة الرهيبة دي، وهي بسبوسة السفندي أو اليوسفي. بجد جميلة جدا جدا، قد ايه هشة وطرية وحلوة جدا جدا ومسقية كده بشربات كده على الهادي، وكمان هتعمليها في الخلاط سريع سريع. فيلا بينا ندخل بقى على الفيديو عشان نعرف الطريقة والمقادير. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. نبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا كده في كسرولة على النار هبدأ احط كوباية من السكر وعليهم كوباية من المية، واستنى لحد ما يغلي خالص، وبعد كده هروح جاية نازلة عليهم بنقطتين من الليمون كده. تمام. بعد كده اول ما يغلي بقى او اول ما احط الليمون ابدا اقلب تقلبتين، وبعد كده اعد 3 دقايق، وبعد كده نطفي على الشربات بتاعنا. تمام، ده كده الشربات اللي احنا هنجهزه. بعد كده زي ما قلت لكم هنعمل النهارده باليوسفي الوصفه بتاعتنا. فجبت دلوقتي ثمرتين من اليوسفي زي ما انتم شايفين كده، ورحت جايه مقشراهم من القشره بتاعتهم. وبعد كده رحت جايبه واخده كل واحده قسمتها على نصين كده زي ما انتم شايفين، وبدات اطلع البذر. لكن في الحقيقه اللي انا اليوسفي اللي كان عندي او السفندي اللي كان عندي ما كانش فيه بذر نهائي، ودي كانت حاجه غريبه يعني شويه، ما لقيتش فيه ولا بذره. لكن انت بقى حاولي ان انت تنضفيه من كل البذر اللي فيه، لان انت لو كان فيه بذرايه بس اتحطت معانا في الخلاط فممكن تبوظ الوصفه خالص وتخليها مره بزياده. بعد كده جبت الخلاط بتاعي ورحت جايه حاطه فيه بيضتين، وحطيت كمان نقطتين من الفانيليا ونص كوبايه من السكر ونص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من الميه. وكمان حطيت بقى السفندي اللي احنا كنا مقطعينه ومقشرينه ومنضفينه كمان من البذر. تمام كده، هنحطهم كلهم كده، وبعد كده هناخد بقى شفشق الخلاط ده الحلو ده ونضرب الكلام ده كله في الخلاط لحد ما ينضرب كويس جدا. بعد كده هنضيف بقى اضافات تانية، وهي عبارة عن كوباية ونص من دقيق السميد. السميد هنا معلهوش اي اضافات، سميد خام. هبدأ انزل بيه كده. السميد اللي انا استخدمته كان سميد وسط. وكمان حطيت كيس كامل من البيكنج باودر اللي هو 16 جرام، ورشة كده من الملح صغيرة. وبرضو رحت جاية بقى بمساعدة المعلقة كده، رحت جاية مقلبة المكونات الجافة اللي احنا حطيناها دي مع المكونات اللي احنا ضربناها الاول في الخلاط، علشان نساعد بس الخلاط بتاعنا كده شوية. وبعد كده هنشيل بقى المعلقة ونغطي على الخلاط تاني ونضربه بقى نضربه كويس جدا في الخلاط. بعد كده جبت صينية مقاس 30 وحطيت فيها شوية من الزيت كده، وبدأت أدهنها بالفرشة كويس جدا قبل ما انزل عليها الخليط اللي انا ضربته في الخلاط. بعد كده هنزل بقى بالخليط اللي احنا كنا ضاربينه. الخليط زي ما انتم شايفينه كده خفيف شوية، وهقول لكم احنا هنعمل ايه عشان نتقله. فانا هسيبه لمدة حوالي ربع ساعة في الصينية قبل ما ادخلها الفرن يتقل معايا شوية. هيتقل ازاي؟ لما السميد يشرب السوائل اللي فيه. بعد مرور ربع ساعة هدخله بقى دلوقتي الفرن. شايفين مسكت نفسها شوية. هنروح داخلين بقى الفرن على درجة حرارة 180. هنشغل من تحت الأول. أول ما الحروف تستوي معايا اروح جاية مشغلة لها الشواية عشان تاخد لون من فوق. اول ما طلعت من الفرن على طول رحت جايه سايباها بس 5 دقايق تهدى كده عشان طبعا البايركس ما يبص. وبعد كده رحت جايه سقيها بالشربات اللي احنا كنا عاملينه في الاول خالص. هنسيبها بقى تشرب الشربات اللي احنا سقيناه لها. وسبتها لمده حوالي نص ساعه كده، وبعد كده رحت راجعه بقى مقطعاها زي ما انتم شايفين. اي بقى تقطيعه انت عايزاها، عايز تقطعيها سمبوكسات، عايز تقطعيها مربعات، براحتك. انا قطعتها كده مربعات، ورحت جايه بقى زينت في كل مربع حطيت شوية من الفستق. تمام، عايزة تحطي جوز هند، عايزة تحطي سوداني، اي حاجة براحتك خالص، دي حاجة متاحة على حسب المتاح بالنسبة لك. طلع بقى دلوقتي قطعة كده من البسبوسة بتاعتنا الحلوة بتاعت السفندي اللي احنا عاملينها دي الجميلة. بجد حاجة كده جميلة جميلة، قد ايه هشة يا جماعة وطرية. فعلا هتعجبكم. كانت ريحة السفندي كانت مالية البيت كله من الوصفة دي. بجد يعني فعلا جميلة اوي، تستحق منكم ان انتوا تجربوها. بس كده يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو النهارده هتنسوني في لايك وشير واشتراك للقناه، وهتنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي.